السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخيرين. وياكم مصطفى من قناة مصطفى اوفلاين. طبعا اليوم ويانا شوية مراجعة تحديث وتسريبات التحديث القادم، وان شاء الله هو راح ينزل الساحر الثلجي. بس قبل لا ينزل حنشوف شنو التغييرات بالقرية. حنطبل المتجر. هاي عرض خاص ما اشتري. والله حنشوف هذا طبعا فخ جي هامة تجميد. راح تعطيكم معلومات عنه. هو ما يجمد كلهن، إلى حد محدد يجمد من جنود. راح تركم مقطع من نهاية الفيديو يشوفون شي جمد مو هاي. واكو تسريبي ان ورا هذا راح ينزل مال ساحر الثلج ان شاء الله. هي الهدية الثالثة. همكم موجودة 3 هدايا، نطب هسه على الخانة ونشوفن. طبعا اول هدية سوا مال السبير مال بابا بابا نويل، والثانية مال فخ التجميد، وهاي الثالثة مال ان شاء الله ساحر الثلج. هاي بعد 12 ساعة راح يبدي تزريع الجيش بجوهرة واحدة. لأم موارد كلها بجوهرة واحدة، الجيش كله تربوه. ويلا اتركهم مع طبعا هسه نفس ما تشوفون ذبينا بربري ما تجمدوا، بس باقيين ما تجمدوا. هسه ذبينا برابر هواي مو كلهم راح يتجمدون، شوفك بيهم راح يمشون. هسه نجرب على غير جنود. مثلا شوف قد ذبينا ماكو اي فايدة. هسه نجرب نذب الملوك. الملوك اذا ذبيتهم يتجمدون. اقصد ذولا. طبعا هالفيديو مو اللي اخذته من الشركة. الملوك هسه مو نذبهم يجمدون، بس اذا شغلت الخاصية يعني عادي يمشون برابر والهاي يطلعون قبل. وهو لحد محدد يجمد. شوف هسه راح يذبوا هواي جنود، مو كلهم راح يجمدون. راقبوا الكلان والبيكا والهاي. شوف التجميد ما يعيش منهم كلهم. مو هنا هسه راح يذب جنود. شو اتمنى يعني شوية دعمنا، لايك تعليق اشتراك. وهنا شوفوا ما دعم ما شملهم كلهم. الملكة مشت والارشر مشى. شوف هنا البالونات. الملك بقى ما تجمد. الامر الكبير اقصد. ويلا شباب مع السلامة.